هل ممكن مجرد نظرة فضولية ممكن تقلب حياة الواحد تماماً؟ خلينا نرجع بالزمن لسنة 1954 في قلب نيويورك، وفي شقة صغيرة نلاقي المصور الصحفي جيف جيفريز قاعد على كرسي متحرك بعد ما رجله اتكسرت في حادث شغل. أيامه تمر ببطء وملل، محبوس في شقته، والسلاح الوحيد اللي معاه عشان يحارب الملل هو الكاميرا بتاعته، واللي اتحولت من أداة تصور أخبار لأداة بتراقب الجيران والعمارة اللي قصاده. فقاعد طول اليوم بيبص من شباك شقته على الجيران حواليه، بس الشباك ده ما كانش مجرد إزاز بيطل على الشارع، لا ده كان زي شاشة سينما كبيرة بتعرض قصص وحكايات جيرانه، كل واحد فيهم ليه قصة وكل شباك بيحكي حكاية. هنا بنشوف رئيس الباليه بتحلم بالنجومية، وهناك عرسان جداد لسه في شهر العسل، مؤلف موسيقي بيعزف على البيانو طوال الليل، وسيدة وحيدة تعتني بزهورها والطيور. لكن هناك شقة واحدة تلفت انتباهه أكتر من غيرها، شقة السيد ثورولد، بائع متجول يبدو غريب الأطوار، عايش مع مراته المريضة. تاني يوم الصبح بيصحى على أصوات غريبة. المفاجأة مراته مش موجودة، اختفت كأن الأرض انشقت وبلعتها. الشكوك دي ما كانتش من الهوا، كل حاجة بيشوفها كانت بتأكد له إن في مصيبة حصلت. أولاً اختفاء مراته المفاجئ ده، ثانياً حوار الشنط التقيلة اللي كان بيشيلها بالليل، ده غير إنه لمح وبيستخدم سكينة ومنشار بشكل غريب. الموضوع مش صدفة أبداً، جيف كان شبه متأكد إنه في جريمة قتل. طيب سؤال مهم، إزاي واحد محبوس على كرسي متحرك هيقدر يثبت جريمة زي دي لوحده؟ مستحيل، لازم مساعدة. وهنا بقى بيكون فريق التحقيق بتاعه، فريق بصراحة غريب جدا. الفريق ده مكون من شخصين أساسيين. أول واحدة هي ليزا حبيبته، في الأول كانت شايفة إن الموضوع ده كله فضول زيادة عن اللزوم، بس شجاعتها هتخليها أهم عنصر في التحقيق. والتانية هي ستيلا الممرضة بتاعته، لسانها سليط ودمها خفيف. والتلاتة دول كل واحد برأيه وطريقته بدأوا يركبوا الصورة حتة حتة عشان يوصلوا للحقيقة. بس مراقبة بس ما كانتش كفاية، لازم دليل مادي. وهنا ليزا بتعمل أخطر حاجة ممكن تعملها، بتقرر تدخل شقة ثورولد بنفسها. تخيلوا الموقف، اللي كان مجرد متفرج فجأة بيلاقي نفسه بيشوف حبيبته في خطر حقيقي، وهو مش قادر يتحرك من مكانه عشان يساعدها. بس السؤال اللي بيطاردهم، هل فعلا حصل الجريمة ولا كل ده مجرد خيال واحد زهقان؟ وإيه اللي ممكن يحصل لو الجاني عرف إنهم بيراقبوه؟ ويا ترى جيف بيتخيل ولا فعلا في جريمة؟ وهل الفضول ممكن يجيب له مصيبة؟ ده اللي ممكن تعرفه مع ملخص فيلم رير ويندو، اللي بيعتبر تحفة سينمائية من إخراج ألفريد هيتشكوك. لو عاوزين الملخص كامل أو عاوزين ملخص فيلم معين اكتبوا لنا في التعليقات، وما تنسوش الاشتراك في قناتكم فيلم تو كليك. رأيكم مهم جدا لينا. سلام.